السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين. احنا لسه مكملين في فيديوهات رمضان. النهارده هعمل معاكم فكره فانوس جميله قوي. هحتاج ازازتين فلاش. لو ما عندناش ازاز فلاش، اي ازازه بالشكل اللي احنا شايفينه دون، هبدا هقص الجزء اللي فوق وهو هسويه كويس. وبعد كده هتبقى عندي بالشكل ده كده. اللي هعمله ان انا هجيب فوم جليتر او اي فوم عايزينه. انا حابه اللون الفضي، وهبدا هاخد مقاس الازازه بالظبط بالطول وبالعرض علشان تظبط معايا والزقها تبقى مظبوطه وشكلها كويس. هبدا افك الفوم اللي عندي وهبدا احطه على الازازه. لو ما عندناش فوم اللي هو اللي بيلزق ده، لو فوم عادي هنبدا نلزقه بالشمع عادي خالص. وبقاله زمان هبدا هشد الجزء اللي تحت اللي هو في الازازه من الاخر زي ما احنا شايفين كده، وهبدا هقصه واسويه كويس. هاجي هنا وهقص الازازه من اول لاخر. هعملها نظام شرايط كده بالطول، الازازه من اول لاخرها يعني تقريبا في حدود 2 سم 2 سم ونص، وهبدا هقصها كلها داير داير. لو مش هنعرف نسوي المسافه بالظبط بايدينا كده بالنظر، نبدا ان احنا نقيسها بمسطره. هعملها كلها بنفس الطريقه ونرجع نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هاجي هنا انا عملت اتنين بنفس الشكل، عملت نفس الازازه بنفس الطريقه بالظبط، عملت اتنين. هنا هو اللفات اللي عندي له عددهم 10. جيت هنا عملت 5 شرايط بلون تاني. انا حابه اللون الموف مع الفضي شكله حلو قوي. هبدا احطهم بالشكل ده، وهبدا هعمل واحده واسيب، يعني هلزق واحده واسيب واحده فاضيه، يبقى واحده فضي وواحده موف بالشكل اللي احنا شايفينه. وصور السن وعارف معنى انه من قلبه روحه مصري، والنيل جوا بيسري تاريخ أرضه وبلاده بتجري جوا دمه، من قلبه روحه مصري والنيل جوا. دلوقتي عندي في واحده سبت جوه فاضي، والتانية اللي هي سادة دي اللي انا مش عامله فيها خطوط موف. هاجي هنا وهبدا هغلفها كمان من جوه، يعني هعمل شرايط وهغلف الحاجه من جوه عشان دي هتتعكس، فاللي جوه ده هو اللي هيبان. الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. هبدا اتني الخطوط اللي انا عملتها اللي هي بالشكل ده كده، وافردها على قد ما اقدر علشان تديني كيرف ومنظر كويس. هاجي هنا بقى في اللي هي الساده خالص، وهبدا هتني الاجزاء اللي عندي اللي انا قصاها، وابدا الزقها بالشكل ده. ان انا اجيبها من فوق لتحت كده، اتنيها اعملها بالشكل ده كده عشان دي هتبقى القاعده بتاعت الفانوس. طبعا فكره الفانوس دي جديده خالص وحصري، مش هتلاقوه في اي حته تاني. فكرته حلوه وكبير، مقاسه كبير جدا، فشكله حلو قوي والنتيجه النهائيه روعه. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. دلوقتي هجيب غطيان. لو ما عندناش غطيان ممكن يبقى كرتون، بس الافضل غطيان، لان انا هدخل الاجزاء بتاعه الجزء اللي فوق الفانو اللي هو اللي انا عملته اللي هي ازازه الفلاش، هدخلها بالغطا. دلوقتي انا جبت قطعه من الفوم على قد الغطا بالظبط. انا حطيت غطيين بس عشان الغطا غويط، قلت اعلي بيه الغطا التاني بحيث ان هي الدايره تقفل. ممكن احط جوه كرتونه يعني بدل التاني ده. انا هنا عندي ده جزء من فانوس قديم مكسور، اللي هي الحته المدوره اللي انا هشتغل فيها دي. والتانيه دي غطا علبه دوني، وانا قصاه مقصه الارتفاع بتاعه وبقى بالشكل ده. دلوقتي هجيب الفوم وهبدا اسخنه على المكوى، وهبدا هشده على الجزء الملفوف عندي. طبعا الاجزاء دي مش موجوده، ممكن احط غطيان برطمانات تدريجات فوق بعض، بس انا عندي ده جزء من فانوس قديم وبايظ، كان مكسور حتى هي مشروخه من جوه وانا تانية. هاجي هنا كده وهحط شمع، وابدا بقى الزقها كلها بالشمع داير داير اهي كده. وبعد ما الزقها خالص واثبتها بحيث انها تبقى تمام، هبدا اقص الزياده اللي فيها هنا كده، واقص اي زياده عندي
بقت بالشكل ده. خلاص كده هعمل التانية زيها اللي هي غطا ازازة الدوني. هاجي هنا هو كده هسخن الفوم على المكوى وهبدأ اشدها بالشكل ده كده. هي بصوا خدت المنظر بالظبط. هقص بقى الزيادة كلها علشان ما تضايقنيش وانا بشتغل. وهاجي هنا وهحط برضو شمع وابدأ الزق الجزء اللي عندي اللي انا لسه عاملاه بالمكوى. احط شمع كتير بس شوية وهبدأ الزقها كده اهي، واظبطها وامسكها شوية علشان الفوم ما يردش معايا. كده بقى عندي الثلاث اجزاء دول، الاجزاء الثلاثة دول اللي هيبقوا الفانوس من فوق. هقص اي زيادة في الفوم عشان ما تكلكعش معايا وانا بشتغل. هاجي هنا هجيب شرايط، هجيب شرايط عشان اعمل خطوط كده للحاجة الشغل اللي عندي. هاجي هنا وهحط الشريط. بس طبعا لو هو اللزق ما بيجي الزق فوم على فوم، اللي هو اللي فيه لزق ده بيفك. فانا هاجي هنا هلف جزء كده وفي الاخر هنا هحط شمع والزق الجزء اللي على الحرف عشان ما يفكش مني. يبقى انا كده ثبته كويس، يعني هو الباقي خلاص ثبت. الحروف بتاعته دايما هي اللي بتفك. خلاص كده بقى ثابت بقى بالشكل ده. هبدأ بقى ألزقه على الغطا اللي عندي. أنا هعمل دوار اللي هي الجزء اللي فوق. يا ريت وانتوا بتتفرجوا معايا كده يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك مهم جدا للفيديو. وكمان فعلوا زر الجرس لو انتم مش مفعلين زر الجرس. فعلوا زر الجرس على الكل عشان زر الجرس مهم جدا جدا علشان يوصل لكم الاشعارات، عشان في ناس بتقول لي الاشعارات ما بتجيش. غير كده هو انا الحمد لله عندي 70,000 مشترك بس الاشعارات ما بتجيلهمش. فالمشاهدات عندي ضعيفة جدا بسبب الجرس. فيا ريت كلنا نفعل زر الجرس. انا هنا لزقت الجزء اللي فوق اللي عملته لزقته في الاجزاء التانية بقى بالشكل ده. هاجي هنا هداري بقى اخر جزء عندي من الغطا. جبت الشريط كده ولفيته دايرين داير علشان المنظر عندي يبقى كويس. هلزقه كده ولزقت الحرف برضو بالشمع. خلاص كده هون بقى عندي كده. هاجي هنا هجيب حلقة ستارة، حلقة قديمة مكسورة، وهجيب الفوم وهبدأ ألف عليها الفوم اللي عندي علشان أغلفها تبقى بنفس الألوان. وألفها زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو الفوم بيلزق فأنا بفك اللزق وأنا شغالة. هنا كده اهو خلصتها. هلزق آخر جزء منها بالشمع وهاجي هنا فوق خالص في آخر الفانوس من فوق وهبدأ هثبتها. حطيت شمع وثبتها بقت عندي بالشكل ده. ده الجزء اللي فوق بتاع الفانوس. هاجي هنا بقى هبدأ هركبهم في بعض. هاجي شوفوا بقى دي التركايه بتاعت الغطا هنا في جزء اللي هو الجزء اللي جوه دون. لما احط فيه اللي هي الخطوط اللي انا عاملاها او الشرايط اللي معموله دي هتمسك كويس وهيبقى محجمها. لو كرتونه هتضايقنا شويه. فهي فكره الغطا زي ما احنا شايفين عشان تلم الحاجه عندي وتبقى في مكانها المظبوط. وعلى فكره لو في غطا اكبر شويه كمان هيبقى اوسع، الفانوس اوسع هيبقى شكله كمان احلى. هنا كده اهو. وهبدأ بقى اثبتهم كلهم واحدة واحدة بالشمع. خلاص عملتهم بقى بالشكل ده، شكله حلو قوي. هجيب بقى القاعدة اللي انا عملتها من الازازة التانية وهحط شمع هنا عندي كتير كده عشان تمسك كويس والزقهم في بعض بالشكل ده كده. خلاص لزقتهم. هجيب قطعة من الفوم يعني بفرض 2 سنتي او اكتر شوية، نفس حجم الشريط اللي فوق اللي انا قصاها. وهاجي هنا هون وهبدأ احطها ما بين الاتنين واحط شمع علشان تمسك. يعني انا هحط شمع وامسكها كويس بالشكل ده كده. هنا كده بقى عندي الفانوس بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي انا هعمل بقى الحاجات اللي هزين بيها الفانوس. اول حاجة هعمل فيونكة. هعملها ازاي؟ هاجي هنا وهجيب ورق وهتنيه كذا تانية 4 تانيات بالشكل ده كده وهرسم عليه الرسمة اللي انا رسمتها دي. وهتني تانية كمان بحيث ان انا اقصها هتديني الشكل ده كده. بصوا اهي هفردها هتبقى عاملة زي شكل النضارة انا قصاها على الفوم اهيا. وهاجي هنا كده وهبدأ اعمل ايه، هحط شمع في النص وهبدأ الزق الاجزاء اللي في الحروف. تمام. هاجي هنا وهجيب عندي شريط رفيع كده من اللون الفضي
او السيلفر هقص منه حته وعلى قد الجزء اللي في النص بتاع الفيونكه بالظبط. هحط الشمع والزقها بالشكل ده كده. بقت عندي فيونكه شكلها جميل جدا وسهله وما فيهاش حاجه وما خدتش مننا وقت. دلوقتي هعمل معاكم الورد ده. هعمل بسرعه كده. هو الحاجات دي احنا عملناها قبل كده في كذا فيديو بس حبيت ان اعملها. هقص جزء من الفوم على شكل دايره بس هديها فسطونات خفيفه بالشكل ده كده، وهبدا اقصها دواير دواير زي حلزوني كده هو من جوه. وانا بقص برضو بميل المقص معايا بحيث ان هو يديني اللفات اللي جوه. وهاجي دلوقتي وهبدا بقى خلاص بعد ما قصيتها هبدا الف الفوم مع بعضه ابرمه كده في بعضه عشان يديني منظر الورده اللي عندي. وهاجي في الاخر بعد ما خلصتها هحط نقطه شمع من تحت خالص وهبدا الزقها. دلوقتي انا عايزه اعمل فسطونات بالشكل ده. هعملها ازاي؟ هجيب عندي شريط من الفوم وهبدا احط هجيب غطا، اي غطا ازازه، غطا جركن، وهعمل الفسطونات اللي عندي. هرسمها بالقلم علشان تديني الفسطونات اللي موجوده. وهاجي هنا وهعمل برضو جزء صغير كده من الموف، يعني هعمل جزء كبير سيلفر عشان الدايره اللي فوق، وهبدا هقصهم. وهقص عندي الفسطونات دي بالشكل ده كده. هجيب بقى الفانوس، طبعا انا كده دي الحاجات الفينش النهائي بتاع الفانوس. هاجي هنا وهبدا هحط الفسطونات اللي عملتها لفوق كده عشان تديني منظر الفانوس العادي اللي بنشتريه، بس طبعا احنا عاملينه بايدينا فشكله جميل جدا ومن خامات بسيطه. هو ما كلفناش غير الفوم. هاجي هنا هو كبير على فكره، حجمه كبير جدا زي ما انتم شايفين في ايدي كده كبير. وهبدا بقى الزق الجزء اللي هو الموف في الحته اللي تحت دي. خلاص هنا لزقت الحاجه اللي عندي بقى كلها اللي فوق واللي تحت اللي هو الجزء الفسطونه ده. بقى الفانوس عندي بالشكل ده كده. هاجي هنا هجيب الفيونكه وهحطها عند الحلقه بتاعت الستاره من فوق، وهجيب الورود اللي عندي وهبدأ هوسعها. انا هحط 3 تحت كده وفوق هحط 3 برضو تحت الفيونكة بشوية. بقى عندي الفانوس شكله تحفة. الفانوس بقى جميل جدا وشكله تحفة زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نشوف شكله بقى بعد ما خلص شكله عامل ايه. زي ما احنا شايفين كده منظر تحفة جميل جدا 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 جدا. فكرة جديدة خالص حصري، وبصراحة هو شكله روعة عجبني جدا. المنظر حلو قوي. يا رب يكون الفكرة عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة، والنتيجة خرافية بصراحة. من احلى الفوانيس اللي عملتها وشفتها. جميل جدا جدا. تفاصيله وكل حاجة. انا حطيت هنا جوه شمعة الكتروني منورة شكلها جميل. ويا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ولو انتم اول مره تشوفونا يا ريت تشتركوا معايا في القناه وشجعوني وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب تكون فيديوهات بتعجبكم واكون دايما عند حسن ظنكم. واستنوني في فيديوهات تانية كتير واشوفكم في فيديو جديد وسلام. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. انت اللي جميل يا قلبي.